إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رسالة النهاردة لكل شاب مقبل على الزواج. واحد سأل أبوه قال له: يا أبي، أريد أن أتزوج. فقال: يا بني، لا تتزوج امرأة فيها هذه الصفات. فطبعا هقول الكلام ده لكل الشباب اللي عايزين يتجوزوا، خلي بالكم ما تتجوزوش واحدة فيها صفة من الصفات اللي أنا هقولها. وكمان كلامي للبنات وللستات، خلي بالك ودوري واسمعي كلامي للآخر، هتلاقي فيكي أكيد صفة أو صفتين للأسف من اللي أنا هقولهم النهاردة. فكل واحدة فيها صفة منهم تحاول تغيرها في نفسها بسرعة، لأن اللي فيها الصفات دي مكروهة عند ربنا سبحانه وتعالى ومكروهة عند الناس. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. ركزوا معايا وخدوا الكلام للآخر. لما الولد سأل أبوه قال له: يا أبي، أريد أن أتزوج. فقال: يا بني، لا تنكح المنانة ولا الأنانة ولا الحنانة ولا الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة ولا عشبة الدار. لا إله إلا الله. إيه اللي انت بتقوليه ده؟ دي تعويذة دي ولا ايه؟ لا والله، ده كلام جميل وكلام من لغة العرب، وكلام للأسف فينا كلنا صفة أو أكتر من هذه الصفات. ربنا يعافينا ويعفو عنا يا رب. هشرح لكم حالا دلوقتي بالظبط ما معنى هذا الكلام. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث رواه الأصمعي أنه قال: شر النساء ست: الحنانة والأنانة والمنانة والحداقة والبراقة والشداقة، وفي رواية أخرى وعشبة الدار. وفي تفسير الحديث أن المرأة الحنانة، ما معنى الحنانة؟ يعني إيه حنانة؟ هي شديدة الحنين إلى بيت أبيها، فطول الوقت عايزة تروح عند أهلها ومش عايزة تقعد في بيتها أبدا. فدي طبعا اللي مش حابة تقعد في بيتها دي على طول البيت فيه نكد وقرف ومشاكل بسببها. طيب التانية الأنانة، يعني إيه أنانة؟ هي التي تئن دائما، هي تلك التي لا تتوقف عن الأنين والشكوى. كلما رأت زوجها، كل ما تشوف زوجها يزداد أنينها، صوتها يعلى: يا ظهري، يا بطني، يا وسطي، يا مفاصلي، شوف لك حل في عيالك، أنا نظري تعب من السهر، أنا صدعت، أنا. ما بتبطلش شكوى، كثيرة الشكوى، طول الوقت بتشتكي، وما بتزيدش الشكوى إلا وهي في بيتها مع جوزها. أما بره تلاقيها الصحة جات لها من حيث لا نحتسب، سبحان الله. رقم 3 المرأة المنانة. يعني ايه المنانة؟ اللي طول الوقت تمن على جوزها. هي المرأة التي تقول لزوجها كل ساعة: لو ما كنتش اتجوزتك كان زماني بقيت رئيسة وزراء فنلندا. الله يسامح ابويا اللي رماني الرمية دي. لولا الفلوس اللي اخدتها من اخويا اول ما اتجوزنا وبدأت بها تجارتك كان زمانك بتشحت دلوقتي. فاكر لما خلعت لك مجوهراتي وذهبي وبعتها لك عشان اسدد ديونك؟ طول الوقت عماله تمن عليه بوقفتها جنبه وباللي عملته له، طول الوقت عماله تسم بدنه بالكلام. فدي العيشه معاها. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. كمان المرأة الحداقة. يعني ايه الحداقة بقى؟ الحداقة دي اللي بتحدق في كل شيء، عينها خارجة من وشها طول الوقت، فهي والعياذ بالله تحدق في كل ما تراه. فتأخذها البيت واحد صاحبك تفضل طول عينها على الأسد، تاخدها لواحد صاحبك عينها على الفرش، وعينها على المفروشات، وعينها على النجف، وعينها على التحف، عينها على الذهب اللي في ايد مرات صاحبك، وفي المجوهرات، وفي نظافة البيت، وفي الخدامة اللي عندهم، وتبص للاطباق وتبص للستاير. بالمجمل طول الوقت عينها بصة لكل حاجة. وسبحان الله يعني بتدقق في كل شيء عشان بعد كده تحضر نفسها للزن اللي جاي بعد كده. انا عايزه كذا وعايزه كذا زي اللي عند صاحبك وزي اللي عند مراته، وشفت بيتهم عامل ازاي، شفت فخامه فرشهم ازاي، شفت جوزها بيجيب لها ايه، شفت الستاير عامله ازاي، شفت المطبخ عامل ازاي. وكانها قد التقطت فيلما تسجيليا لكل ما تراه قدام عينيها، وتفضل تنق لجوزها بقى: انا عايزه وعايزه وعايزه. وسبحان الله الست دي لا بتبقى راضية ولا بتعيش ولا بترتاح ولا بتريح جوزها، لان اللي بيبص لحياة الناس بتحرم عليه عيشته. دي ما بترتاحش ابدا، دي طول الوقت باصه لكل اللي حواليها. واللي زي دي لو خدتها معاك في حته هتلاقي صاحب البيت بيرن عليك ويقول لك: الله يبارك لك، ما عدتش تيجي تاني ولا تجيب مراتك عندنا، البيت ولع واتحرق بعد ما انتوا خرجتوا. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. المرأة البراقة. يعني ايه براقة؟ الست اللي بتبرق،
طول الوقت تلاقيها بتلمع كده ومتزينة ومتنظفة وشكلها حلو وماشي، بس ده في الشارع بس، متزينة في أبهى صورة للناس. وطول الوقت في بيتها تلاقيها لابسة وحش ومبهدل وربط راسها وشكلها صعب وكده. وطول الوقت بقى ديت شخصيتها قوية وتبرق لجوزها، وتحس انها هي الراجل وهو الست. ودايما لما يبقى حد عندها جوزها يتكلم كلمة تقوم زغرة لجوزها الزغرة تحرجه قدام الناس، وتلاقيه كشف جلده كده واتكسف وخاف من المشاكل. طبعا بتبين صورة زوجها وحش جدا قدام الناس. المرأة الشداقة، يعني ايه الشداقة؟ اللي بتتكلم كتير، بتتشدق بالكلام طول الوقت، ما بتبطلش رغي، ما بتبطلش توقيع، ما بتبطلش نميمة، ما بتبطلش مجايب في سير الناس. ده فلانة عملت، ده فلانة سوت، ده فلانة جابت، ده فلانة قالت، ده فلانة اتطلقت، ده فلانة اتجوزت. طول الوقت ما عندهاش غير سيرة الناس اكنها البانة في بقها. وقيل ان الشداقه اللي بتتشدق في اللبانه، اللي دايما حاطه اللبانه في بقها وتقعد تعمل صوت باللبانه، فسواء بتتشدق بالكلام او بتتشدق باللبان، فهي دي الشداقه اللي نهي عنها، لان ديت هتشيلك ذنوب وتشيل ذنوب، ولا هترتاح ولا انت هترتاح. اخر حاجه كمان في الحديث دوت عشبه الدار. يعني عشبه الدار بقى، عشبه الدار يعني الست اللي مش نظيفه، اللي هتخلي بيتك كله قذاره من كتر ما هي بيتها دايما مش نظيف وشكلها مش نظيف ولبسها مش نظيف. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله. ودي طبعا الحلقة الجاية ان شاء الله هتتكلم بقى عن خير النساء، ما هو مش معقول هنقعد نقطع في النساء كده وما هنجيبش خير النساء. هنتكلم الاول النهاردة عن شر النساء، والحلقة الجاية بإذن الله هتبقى عن خير النساء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باقي الحديث قال ايه؟ وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. يا الله، يعني ايه الكلام ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقت الله. دي هنتكلم عنها المرة الجاية، إنما النهاردة بنتكلم عن شر النساء. فشر النساء هي مين؟ شر نسائكم المتبرجات، أي المظهرات زينتهن للأجانب، طول الوقت في الشارع في أبهى صورة، وفي البيت لا، مش على عكس ذلك. المتخيلات أي المعجبات المتكبرات، اللي طول الوقت متكبرة ومعجبة بنفسها وبجمالها وبمجوهراتها وبعيلتها، وطول الوقت عندها كبر. اللهم عافنا واعف عنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهن: وهن المنافقات، أي يشبههن، شبه المنافقات بالظبط. ليه؟ لأن هي بره حاجة وجوه حاجة تانية. ما هي مش معقول هتفضل متزينة حتى الروجة طول الوقت بره وجوه، مش معقول هتبقى عاملة شعرها بره وجوه، مش معقول هتبقى لابسة حلو بره وجوه. لا، هي بتلبس حلو للناس وتيجي في بيتها تلبس أسوأ اللباس أو تبقى مبهدلة في نفسها. فسيدنا النبي قال عنها أنها منافقة لأنها تظهر خلاف ما تبطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ايه؟ لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. وده طبعا للتعجيز. يعني ايه الغراب الأعصم؟ الأبيض الجناحين أو الأبيض الرجلين. وطبعا ما فيش يعني غربان كده إلا طفرة نادرة جدا. فمعنى الكلام ده إن دول ما بيدخلوش الجنة. أراد قلة منهن من يدخل الجنة، لأن هذا النعت في الغربان قليل قليل جدا لما تلاقي غراب بالمنظر ده. سئل بعض الصالحين عن شر النساء فقال: هي الممراض، أي التي تدعي المرض دائما، زي ما قلنا ايه؟ الأنانة. وكمان شر النساء التي تبكي من غير سبب، طول الوقت تزن وتعيط من غير سبب، وتضحك من غير عجب، مفيش سبب للضحك وبتضحك. وطبعا احنا عارفين ان الضحك من غير سبب قلة أدب. إذا خرجت تبرجت وتكشفت، طول ما هي بره زي ما قلنا متبرجة وفي أحلى صورة ومتكشفة، وجسمها ولابسة ضيق ورجلها باينة وشعرها باين وصدرها باين. وإذا دخلت زبلت وتقشفت، كلامها وعيد، كلامها كله تهديد ووعيد. وصوتها شديد، صوتها ما فيهوش رقة، صوتها طول الوقت في البيت عالي وغليظ، وتصرخ وتزعق وصوتها عالي، وما بتتكلمش بحنية ولا بلطف مع جوزها. تدفن الحسنات، لو الواحد عمل لها خيرات الدنيا كلها تدفنها، ما بتفتكرش حسنة، ما بتذكرش له محاسن. وتفشي السيئات، لو عمل غلطة طول الوقت عمالة تقول ده عمل فيا وعمل فيا وعمل فيا. ولا تصبر على النكبات، لو جالها مصيبة ولا ابتلاء، وده وارد لأن احنا في دار بلاء، ما تصبرش على المصايب.
ما تصبرش على المصايب. تعين الزمان على زوجها ولا تعينه على الزمان. لو جوزها حصل له مصيبة على طول تجري على بيت جوزها، انا ما اتجوزتكش فقير، انا ما اتجوزتكش مريض، انا ماليش دعوة، انا ما شيلش همك، وتجري على بيت اهلها وتسيبه لوحده. دي ست قليلة الاصل اللي ما تقفش جنب جوزها وفي ظهره في شدته، تبقى ايه؟ ست زي اللي خسارة الجواز فيها. تعين الزمن على زوجها ولا تعينه على الزمان. إن دخل زوجها خرجت، هو أول ما يدخل تاخد بعضها وتخرج. وإن خرج دخلت، أول ما هو يخرج تكون هي داخلة البيت. ما بتقعدش في بيتها، ما بتستقرش في مكان وتشوف شغل بيتها وحياتها، لا، طول الوقت بره. طول ما جوزها في البيت هي بره، وطول ما جوزها بره هي في البيت. وإن قربها نفرت، لو حاول يقرب منها كده ولا يتودد إليها ولا يكلمها كلمة حلوة تنفر. ولعشيره كفرت، فأي مشكلة تقول له والله ما رأيت منك خيرا قط. وسيدنا النبي قال إن دول سواد أهل النار، اللهم عافنا واعف عنا، اللي بتكفر العشير وما تذكرش لزوجها الخير. وإذا غضبت فجرت، يعني لما بتغضب بتفتري وتغلى، فاكر لما قلت وفاكر لما عملت، وتجيب له اوحش ما فيه واوحش ما فعلته، وتقعد تذكره بالايام اللي حصلت قبل كده وشدته وانها وقفت جنبه، وتقول اوحش كلام يزعل. ودي من صفات المنافق، اذا خاصم فجر. طفلها جائع، مهملة في حق بيتها وفي حق عيالها، وسايبة عيالها مش نضاف ومتبهدلين وجعانين. وفرضها ضائع، حق ربنا عندها ضائع، ما بتصليش. ربها غضبان وزوجها ندمان، طبعا ربنا غضبان عليها من الصفات السيئة اللي فيها، وزوجها ندمان ان هو اتجوزها. ويحبها الشيطان، الشيطان بيحبها لانها حبائل الشيطان، خربت الدنيا بره بيتها وفتنة الناس في دينهم، ومنكدة على جوزها عيشته وحياته، فعشان كده هي حبيبة الشيطان. تشتكي وهي ظالمة، تبقى هي اللي ظالمة ومفترية وتروح تشتكي. وتشهد وهي غائبة، لو حد طلب منها الشهادة تشهد وهي مش موجودة، ما حضرتش وما ما شافتش، وتكذب وتشهد زور. وتذم وهي عائبة، تبقى غلطانة والغلط راكبها من ساسها لراسها، وتفضل تذم في الناس وتبين في عيوب الناس وما تذكرش عيوب نفسها أبدا. لسانها طويل، لسانها طويل في الكلام وفي المشاكل وفي الشتيمة وفي الغلط وفي قلة الأدب، تخشاها الناس من سوء خلقها ومن سوء أدبها. وثوبها قصير، لسانها طويل وثوبها قصير، بتلبس هدوم قصيرة وتمشي تكشف عورتها قدام الناس. وبيتها هجير، هجرة بيتها، ما بتنظفوش، ما بتهتمش بيه، ما بتقعدش فيه، مش معمرة بيتها بالخير والبركة والحسن المعاملة والطيبة، لا. قولها زور ودمعها فجور، الدمعة اللي بتنزل من عينها كذب، ما هياش صادقة ولا هي حقيقية. ابتليت بالويل والثبور، العالم بيقول عليها ابتليت بالويل والثبور وعظائم الأمور. اللهم عافنا واعف عنا واكفنا شر ذلك، وأن نكون مثل ذلك يا رب العالمين. عافانا الله وإياكم من كل سوء. ربنا يرزقني وإياكم حسن الخلق، ويرزق أولادنا زوجات صالحات، ويرزقنا الخير كله في الدنيا والآخرة. أرجو أن أنا ما كنتش أطلت عليكم، والمرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن الصفات الجميلة في النساء اللي تروح تتجوزها كده وانت مطمن ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.